فتة البطاطا الحاره دي من احلى الريسيبيز اللي ممكن تعملوها في البيت. عندي صدرين فراخ متقطعين صغير، هحط عليهم نقطه زيت زيتون. انا استسهلت واستخدمت 11 بهار من كنور، بس هكتب لكم برده توابل تستخدموها. وفي طاسه سخنه هنحط فيها الفراخ، ولما تستوي هشيلها من الطاسه واحطها على جنب. وفي نفس الطاسه حطيت شويه زيت زيتون، عليهم فصين توم مفرومين، بابريكا وشطه، وكنت مقطعه بطاطس وقلتها، دي معلهاش اي توابل. هحطها في الطاسه واقلبها كويس في التوابل والثوم اللي احنا عاملينه. وبعديها زودت الفراخ اللي احنا كنا حاطينها على جنب، هقلبهم حاجه بسيطه، وهزود عليهم عصير ليمونه وكزبره مفرومه فريش، وهأدي لهم تقليبه بسيطه على النار. بعديها للصوص بتاعنا هنحط كوبايه زبادي كبيره، عليها معلقه كبيره طحينه، عصير ليمونه، فصين توم مفرومين. هقلبهم كويس قوي واحطهم على جنب. اول حاجه هحط عيش كنت مقطعاه وقلياه، هحط بعديها البطاطس والفراخ بتاعتنا، فوقيها الصوص، فوقيها كزبره تاني فريش، شويه عيش برضو كده زينه. لو عندكم مكسرات حطوا، واهم حاجه حطوا دبس رمان كتير على الوش. وبس كده، بالهنا والشفا.